سافرت عما كان في مشاكل بيني وبين نادي الزمالك، لان انا كنت مسافر يعني مش عن طريق نادي الزمالك، مسافر سافرت يعني من ورا نادي الزمالك. كانت دي حقي لان انا كنت مفيش عقد بيربطني بيني وبينهم رسمي. يعني انا كنت لعيب هاوي عن نادي الزمالك. موضوع عبد الله السعيد موضوع شائك، ولكن المستفيد الاكبر فيما حدث هو نادي الزمالك. الاهلي كان بيستفيد منه بشكل جيد جدا فنيا، ولعيب عنده خبرات كبيره جدا، ولعيب هيبقى صعب جدا على الاهلي تعويضه. امم. فخلينا نقول ان مجلس الاداره بتاعت الزمالك ومرتضى منصور في موضوع عبد الله السعيد لا، طلعوا معلمين. امم. طلعوا معلمين قوي يعني. كده كده الزمالك كسبان. حلو. الزمالك كسبان قوي من موضوع عبد الله السعيد ده. ماشي. والاهلي خسر كتير. امم. الاهلي خسر كتير طبعا. على المستوى الفني والكلام ده. فواحد راح لعرض مادي اكبر زي ما الناس جات لك اصلا لان انت كنت صاحب العرض المادي الاكبر. ده كان اسمه انتماء، بس التاني اسمه خيانه. الكلام ده مش حقيقي يا ابني، حتى لو انا في يوم من الايام بقول لك انا في يوم من الايام كنت بحس بكده برضه. ففكره الكلام الكبير بالذات اللي حصل اخر سنتين، يعني على مدار السنتين اللي فاتوا، فكره الكلام الكبير ومعركه الخير والشر والابيض والاسود. والمناسبه انا دلوقتي مش محسوب على اي طرف في اي طرف في اي حاجه، ولا مستفيد اي حاجه من اللي انا بقوله لك ده، ولا هتضرر لو ما قلتهولكش، ولا ليه علاقه باي حاجه، بس عشان مصلحتك يعني. وانهم ولا بد لنا وان مش عارف ايه ومش عارف، وبنحارب العالم كله والناس كلها ضدنا. عالم مين اللي ضدك كده؟